انتهى البيت 57. ننتقل إلى البيت 58 بعد أن قال رحمه الله وجميع النظر، ثم قال إلا بويل هل وأولى ناظرة. فهنا يستثني كلمة النظرة، نظرة النعيم، من كلمة جميع النظر، يعني ليست نظرة النعيم. إذا قلنا نظرة النعيم صارت مشتقة من النظر، وليس الأمر كذلك. نظرة مشتقة من النضارة، وهي حسن الوجه وظهور النعمة عليه. قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أما قول الناظم إمامنا الجزري إلا بويل، يعني الباء هنا على الحقيقة لم تدخل على كلمة ويل، وإنما دخلت على محذوف تقديره إلا بقوله تعالى في سورة ويل للمطففين. فكلمة ويل هي إشارة إلى سورة المطففين، وكلمة المطففين بوزن مفعلين لا تستقيم في الوزن الشعري في بحر الرجز، وبحر الرجز هو البحر الذي نظم عليه إمامنا الجزري، فلا يستطيع أن يأتي بفعول مستفعل مستفعل مستفعل، لا يستطيع أن يقول مطففين. لذلك أخذ كلمة من أول اسم السورة وهو كلمة ويل، فقال إلا بويل، يعني إلا بالسورة المبدوءة بقوله تعالى ويل. أعيد: إلا بالسورة المبدوءة بقوله تعالى ويل. فإذا ويل مرفوع على الحكاية، اسم مرفوع على الحكاية، وذلك في قوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم في الآية 24. إذا النضرة في سورة المطففين بالضاد من النضارة، وليست نظرة بالضاء. كذلك الأمر في سورة هل، وهل هنا يقال فيها ما قيل في كلمة ويل. ليس في القرآن سورة اسمها سورة هل، وإنما هي سورة الإنسان، سورة الإنسان. وكلمة إنسان لا تستقيم في ميزان الشعر في بحر الرجز، فأخذ الناظم رحمه الله أول كلمة من السورة وهي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال إلا بويل هل، يعني وإلا في السورة المبدوءة بقوله تعالى هل، وهي سورة الإنسان. والمقصود بها قوله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا في الآية 11. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة أخرى أيضا هي بالضاد، قال وأولى ناظرة، وأولى ناظرة، وهي الآية 22 من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة. فهي هذه الكلمة هنا مثل سورة المطففين ومثل سورة الإنسان مشتقة من النضارة. هناك قال نظرة النعيم، وهنا قال ناظرة، يعني يظهر عليها أثر النعمة، وليست وجوه يومئذ ناظرة، بخلاف التي بعدها إلى ربها ناظرة، تلك بالضاء ومعناها من النظر. لذلك قال أولى ناظرة. أعرفتم أيها الإخوة لماذا قال أولى؟ ليخرج إلى ربها ناظرة، كأنهما كلمتان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء. لذلك قال رحمه الله وأولى ناظرة، إلا بويل هل وأولى ناظرة. ثم انتقل إلى كلمة جديدة وهي كلمة الغيظ. فهذه الكلمة بين أنها بالضاء، وجاءت في القرآن العظيم في 11 موضعا، أولها قوله تعالى في آل عمران في الآية 19 بعد 100 من الغيظ. والغيظ يعني جاءت في عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فهذه من الغيظ بالضاء وليست بالضاد. وثم قال رحمه الله والغيظ لا الرعد. الرعد فيها قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وما تغيض الأرحام. نريد أن ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، اللوحة التي بعدها لو سمحت. نعم، إذن والغيظ لا الرعد. هنا أيضا أيها الإخوة استثناء منقطع،
والغيظ للرعد، يعني مع أنها الغيظ قلنا أنها بالضاء، بينما في سورة الرعد جاءت بالضاد، وهي قوله تعالى وما تغيض. الغيظ شيء والغيض شيء آخر، فإذا هنا استثناء منقطع. والغيظ للرعد، إذن في الرعد وهي قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وآخر كلمة هي وهود في سورة هود أيضا، قوله تعالى في الآية 44 وغيض الماء. إذن هذه أيضا بالضاد وليست بالضاء. لا يقال وغيض الماء، لابد أن نقول وغيض، غيض الماء. قوله رحمه الله قاصرة، أي إن مادة غاض يغيض جاءت في هذين الموضعين في القرآن، في الرعد وما تغيض الأرحام وما تزداد، وفي هود وغيض الماء. وما عدا ذلك فهو بالغيظ، فهو بالضاء من مادة الغيظ. بهذا نكون قد انتهينا من شرح البيت 58.